الدنيا ولعت حرفيا داخل النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب بيعلن بشكل رسمي عدم ترشحه لفتره رئاسيه اخرى، وكمان بيعلن عدم استكمال الشهرين اللي باقيين في الفتره والدوره الحاليه في النادي الاهلي. كابتن خطيب اعلن من هنا والدنيا قامت ما قعدتش، ومجلس الاداره كله بلا استثناء والمستشار القانوني والمحبين والعاشقين للاهلي عمالين بيبعتوا رسائل، والاهلي نفسه نزل بيان عن طريق مجلس الاداره بيطالب كابتن محمود الخطيب باستكمال مهمته دلوقتي، وكمان ان هو يترشح لفتره رئاسيه اخرى. على الناحيه الاخرى الناس كلها بتبحث عن بدايل، واللي بيتكلم عن محمود طاهر، واللي بيتكلم عن ياسين منصور، واللي بيتكلم عن اسماء كتيره زي طاهر ابو زيد. اسماء كتيره جدا مرشحه لمنصب النادي الاهلي ومنصب رئيس النادي الاهلي، واسماء كتيره جدا الناس بتتطوع وتقول لك ان هم ممكن يترشحوا، وبدات الدنيا في سخونه، يعني مفيش قبلها ولا بعدها سخونه. طبعا ده كله حصل من بعد الحديث اللي اجراه حسام غالي في البودكاست الغريب والعجيب اللي قلب الدنيا بالتصريحات اللي هو قالها على كابتن محمود الخطيب وعلى النادي الاهلي وعلى كل شيء يخص الانتخابات والاداره داخل النادي ومشاكله اللي معروفه جدا للجميع ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب، على الرغم من ان كابتن محمود الخطيب هو اللي بيختار اصلا حسام غالي في ان هو يكون متواجد في مجلس اداره النادي الاهلي. ما بين مؤيد ومعارض، ما بين مؤيد لكابتن محمود الخطيب ومعارض لحسام غالي والعكس، وما بين اللي شايف انه قرار صحيح وبين انه شايف انه قرار خاطئ. ايا كان محمود الخطيب اسطوره وسيظل اسطوره داخل النادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم بالعقل. الاوضاع الراهنه داخل النادي الاهلي ومفترق الطرق اللي احنا فيه وبدايه موسم ووضع صعب في الدوري ومدير فني اجنبي لسه المفروض ان هو يجي وجهاز فني مؤقت داخل النادي الاهلي وداخل الدوري الابطال والقصص والروايات دي كلها، طبعا ده غير الاستاد بتاع النادي الاهلي اللي المفروض ان هو يكتمل سواء كابتن محمود الخطيب ترشح ام لم يترشح. مواضيع كتيره حساسه مهمه جدا، يعني تستوجب ان كابتن محمود الخطيب على الاقل كان المفروض ان هو يكمل الشهرين دول لحد الانتخابات اللي جايه في شهر 11 للنادي الاهلي. الوضع صعب، البديل لكابتن محمود الخطيب مش هيكون سهل، الامور داخله في مرحله صعبه جدا داخل النادي الاهلي. علينا كلنا ان احنا نتكاتف، وعلى كل اللي ناوي ان هو يترشح في الفتره اللي جايه لازم يثبت اولا جدارته بالترشح، ولازم احنا نختار صح الفترة اللي جاية ونشوف القوائم اللي هتتم، لأن من دلوقتي لحد شهر 11 فترة شهرين، فترة قليلة جدا، فهتبدأ تشوف شغل الانتخابات بادئ من بدري قوي قوي قوي.